في فرق بين الشخص الخدوم والشخص الحساس زيادة عن اللازم. الشخص الخدوم بيحاول يخدم كل اللي حواليه، ولو في أي حد كان عنده مشكلة بيتعرض ليها ولجأ له بيحاول يحل له مشكلته دي بأكبر قدر ممكن من التسهيلات. لكن لو ما قدرش يعمل كده خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بيبقى عارف إن هو ليه قدرات معينة وخلاص هو بيحملش نفسه أكتر من طاقتها. أما الشخص الحساس زيادة عن اللازم ده بيكون حامل هموم الدنيا كلها على كتافه، وحاسس إن مشاكل الناس هي مشكلته الرئيسية، وإن هو يحل مشاكل الناس دي جزء من تكوينه، جزء من وجوده، جزء من حياته اليومية. ولو ما قدرش يعمل كده بتبقى دي في حد ذاتها عنده مصيبة. ازاي ما قدرتش اعمل كده؟ ازاي ما قدرتش اساعد فلان؟ ازاي فلان لجأ لي في حاجة معينة وانا ما قدرتش اسهلها له؟ مع انه ممكن يكون عمل كل اللي يقدر عليه لكن برضه ما قدرش يوصل لنتيجة، لان مش دايما كل خيوط الموضوع بتبقى في ايدينا، في حاجات بتبقى خارجة عن ارادتنا. الطبيعي يبقى هو زي الشخص الخدوم اللي خلاص حاول وما قدرش. لا، هو ما بيعملش كده. ممكن يعدي عليه يومين 3 وهو مش قادر ينام من كتر ما هو عمال يفكر في الناس التانيين وازاي هم عايشين دلوقتي بعد ما قدرش يحل لهم مشكلتهم، مع ان الناس دي ممكن تكون لجأت لطريق تاني ومشكلتها اتحلت فعلا، بس هو اللي معذب نفسه وتعب نفسه على قلة فايدة. الشخص الحساس ده بيتعب قوي في حياته لان هو دايما زي ما قلتلكوا كده عايش في توتر. لكن لو اتنقل لخانة الشخص الخدوم فقط اللي هو بيحاول يعمل اللي يقدر عليه وبيعدي الموضوع بعد كده هيرتاح والدنيا هتمشي طبيعي. لكن هو للأسف حاطط نفسه في الخانة بتاعة الشخص الحساس زيادة عن اللازم دي، ومفيش حد بيتعب غيره هو.